بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يوم جديد وروتين جديد وطاقة إيجابية جديدة يا حبايبي متابعيني دايما مشرفين ومنورين في قناتي. يا رب ما تحرم من دعمكم لنا أبدا يا رب. تعال النهاردة اما نشوف الكيكة الجميلة دي، كيكة الشوكولاتة. بس ما تعملوش زي وتقطعوها، هي لسه سخنة يا جماعة. أنا بقطعه بستعجل عشان خاطر الفيديو. ماشي، تعالوا نقول بسم الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنعملها اقتصادية جدا، ولا لبن ولا بصم ولا زبده ولا سمنه ولا بصوا، حاجه بسيطه جدا اقتصاديه جدا. مبدئيا كده تعال نقول بسم الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. معانا بوله هنحط فيها كوبايتين ميه، مش هنستعمل لبن النهارده ولا اي حاجه، اقتصاديه جدا من جميع الجوانب يعني. طيب كوبايتين ميه عاديين من الحنفيه، كوبايه سكر ناقصه عقله. السكر ده يا جماعه اذواق، لو عايزين تخلوه كيكه حلوه. عموما لسه هنعمل لها صوص برده وهتبقى ايه، مسكره اكتر كمان. طيب خلاص، عندنا السكر مع كوبايه السكر دي لازم ان شاء الله تدوب، لو حد يعني لحد 50% على الأقل. لازم ندوب السكر ده على الأقل في الكوبايتين المية دول. خلاص، عشان خاطر ايه، هي مش هنقول نقط سودا، هي كلها كيكايه بشوكولاته، فمش هتبان النقط اللي فيها. بس على الاقل ندوبها عشان ما تبقاش ايه، يعني محبحبه كده السكر. خلاص، لازم بنقلب اهو لحد ما شاء الله ما السكر يعتبر ايه، داب معايا. طيب بعد كده معانا ايه، حوالي برضو ايه يعني كوبايه زيت. لما الكوبايات كلها هتبقى موحده، كوبايه زيت برضو ناقصه عقله صباع. خلاص، يعني قلب الزيت لحد ما يمتزج كده. هتحس الزيت عايم في الاول، لا قلبي ما شاء الله يعني قيمه 3 4 دقايق هتحس الزيت امتزج مع السكر ومع الميه زي ما انتم شايفين كده اهو، زي ما انتم شايفين. خلاص، كيكايه جميله اقتصاديه يا جماعه، جربوها. يعني مش مكلفه وحلوه، بدل ما تشتري من بره اعمل لاولادك. العيال بيحبوا الكيكه اللي هي الشوكولاته دي، ما شاء الله كيكه موفره وحلوه. قلبنا لحد ما شاء الله ما السكر يعتبر داب مع الزيت، مع امتزج مع الزيت مع كده، لحد ما يعمل لون ابيض زي ما انتم شايفين الزيت كده. خلاص، بعد كده هننزل بقى ايه معانا بقى الدقيق بقى بتاعنا. الدقيق بتاعنا معانا ايه، هننخله. انا نخلته مره، انخليه دي تاني مره، وانت بتضيفيه كده للسوائل انخليه برضه. خلاص، زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، عشان خاطر الكيكه تبقى هشه والقطنيه كده زي ما انتوا هتشوفوها وخفيفه كده. انا كنت الصراحه التليفون ساب الستاند ومش عايز يتظبط وانا بعمل في الكيكه. فالمهم ايه، مسكت بايده وبقيت ايه، ما كانش في حد واقف جنبي، فبقيت ايه امسك بايده واعمل واهز الدقيق بايد زي ما انتم شايفين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. خلاص، لازم الدقيق يا جماعه يتنخل عشان خاطر ايه، يتخللوا كده ما شاء الله الهواء، ويبقى يعني خفيفه كده وهشه. طيب عملنا برضو كوبايه دقيق كمان، يعني 3 كوبايات دقيق. انا نسيت اقول لكم على مقدار الدقيق، 3 كوبايات دقيق. خلاص، دخلنا 2 ودي تالت واحده اهو. حطينا عليها نص كوبايه كاكاو خام غير محلى، اللي هو المر يا حبايبي ده جميل، بيدي لون للكيكه غامقه وتبقى حلو. طيب زي ما بقول 3 كوبايات دقيق، نص كوبايه كاكاو، كيس كيك شيف زي ما انتم شايفين كده بحاله يعني. طيب ذرة الملح ما تنسوهاش عشان تعادل الطعم. معانا بقى النهارده ايه، اللي هي الايه، بيكربونات الصوديوم، اللي هي بتاع اللي بنحطها على الطعمية وعلى الفول وعلى الحاجات دي. هنحط نص معلقة كفاية، او ممسوحة يعني، مش هنكتر. خلاص، بتدي هشه الكيكه كده وبتبقى حلوه. وما عندكش مش مشكله، الكيك شيف عادي برضو، بس احنا بنقول يعني ايه، مربى الكيك شيف بيبقى يعني إيه، غايب عند الراجل او كده. لو انت عارفه ان الكيك شيف بتاعك ما شاء الله يعني جايباه طازه وكده، فعادي مش مشكله. خلاص، انا بعمل على نفسي زي ما انتم شايفين، بصور بايد وبدخل الدقيق بايد زي ما انتم شايفين. فعشان كده حاسه ان انا متقربجه مش واخده راحتي. خلاص كده كنت سندته يا دوبك شويه، وقلت ايه اثره بقى. هنقلب بقى الكيكه مع بعضها على اتجاه واحد زي ما انتم شايفين كده، عشان خاطر ايه، نقلب كل المقادير اللي هي السايله مع الدقيق يا حبايبي على اتجاه واحد زي ما انتم شايفين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. خلاص، لحد ما تقلبي كده ما شاء الله ايه يعني، هياخد وقت منك شويه لان 3 كوبايات احنا عاملينها يعني صينيه حلوه مقاس 30 الصينيه، فكيكه حلوه هتبقى مرتفعه وحجمها حلو ان شاء الله. اهو لازال بنقلب، هتحسي الكيكه سميكه معاكي كده، تقيله. هي الكيكه عشان 3 كوبايات دقيق، واعتبر برضو ايه، نص كوبايه نشا. انا حوالي المقادير الجافه 3 كوبايات ونص بالبتاع ده، مش نشا، نشا ايه، كاكاو. 3 كوبايات دقيق، نص كوبايه كاكاو اهو. يعني هتقلبي فيها كده لحد ما شاء الله هتحسي ان هي ايه اتظبطت كده. لو تقيله معاكي ربع كوبايه ميه مغليه عادي، مش مشكله يعني. لو لقيتها برضو خفيفه بالمقدار السوي، لان دي كله زي ما انتم عارفين مش زي بعض، معلقه دقيق وزودي. يعني في ايدك ان هي لو تقيله هتزودي ايه، بربع كوبايه ميه. لو خفيفه، حسيت ان الكيكه خفيفه،
يعني يستحسن الكيكه الشوكولاته تبقى ايه خفيفه شويه زي ما انتم ايوه انا عايزه يعني عايزه ان تكون السيابيه زي ما انتم شايفين كده، يعني ايه ما تبقاش تقيله. كل ما تبقى خفيفه ونازله زي ما انتم شايفين كده هتحس ان الكيكه هشه. لكن لو تقيله معاكي هتحس ان تقيله كده ومبلطه كده ومش حلوه طالعه مش حلوه. طيب معانا الصينيه زي ما بقول لكم 30، ممكن تنفع برضه 28 الموجوده عندك. هتغلفها بزيت ورشه دقيق او رشه كاكاو. ماشي، ويعتبر برضو المهم لو رشه الكاكاو بتبقى حلوه احسن كمان، لا بتدي الكيكه ايه اللون حلو كده في ارضيه الكيكه. الكيكه ما شاء الله، ولا حطيتها في الفرن اللي هو الكهرباء ده. ما شاء الله من نجاح الكيكه ان هي ايه تشقق زي ما انتم شايفين كده. حاسه ان هي مشققه او طالعه، بس طالعه اسفنجيه وحلوه ما شاء الله. كيكه حلوه طالعه حلوه. مش مهم التشقيق ده، كل ده هيتغلف معانا زي ما انتم شايفين. الكيكه لو ما شاء الله هشه معاكي وطريه ما تسقهاش. لو انت حاسه ان هي ناشفه ويعني ايه وشديده كده، ممكن تعملي ايه ربع كوبايه كاكاو، ربع كوبايه ميه وعليها معلقه كاكاو. وتسقيه برضو الكيكه. او برضو ايه ربع كوبايه لبن وعليها ايه برضو يعني نص معلقه كاكاو، اي حاجه تسقي الكيكه تطرى كده. خلاص. بس انا حاسه ان الكيكه بتاعتي ايه طريه. خلاص. هشه كده واسفنجيه وحلوه مش محتاجه يعني. طيب بعد كده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لو وصلتوا معايا المقطع ده حط لكم كومنت حلو كده ولايك جميل يشجع الفيديوهات دي، وفعلوا زر الجرس عشان كل اشعاراتنا توصل لكم باذن الله. واللي لسه ما اشتركش في القناه وما لسه شايف القناه دلوقتي يا ريت يشترك. دايما اشتراككم بيسعدنا وبيفرح. طيب هنعمل بقى الصوص اللي ايه هنحطه على على الجناش اللي هو بنحطه على وش الكيكه بتاعتنا. طيب معانا ايه؟ معانا نص كوبايه سكر، نص كوبايه لبن، نص كوبايه كاكاو او معلقتين، لا معلقتين كاكاو او ثلاثه حسب الكاكاو بتاعك. لو هو الخام ده يا حبايبي يبقى معلقتين كفايه او ثلاثه. لو كده هم عموما الثلاث معالق يعتبر نص كوبايه. حسب انا حطيت يا دوبك معلقتين هرميين. لو حاسه ان الكاكاو بتاعك فاتح حط ثلاث ايه معالق. خلاص. يعني نص كوبايه لبن، نص كوبايه زيت. بس مش هنحط الزيت الوقت، احنا بنعمل السكر مع اللبن مع الكاكاو. خلاص. وبعد كده ننزل نص كوبايه زيت زي ما انتم شايفين كده سرسوب بسرسوب في الخلاط في الهاند بلندر، المهم يتقل معاك اهو زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي لحد ما يتقل معانا وما شاء الله يبقى الصوص ايه يعني ما شاء الله تقيل كده. خلاص. هياخد منك وقت شويه مش مشكله. الكيكه بتاعتنا مفتوحه ما شاء الله مشرحه زي ما انتم شايفين. هنسقيها بالشوكولاته ما شاء الله كل المسام ده هتتفتح. احنا ممكن وهتقفل مع بعضها ليه؟ لان هي اصلا المفروض نسقيها، بس انا لقيت يعني ما شاء الله من كتر طراوتها فهي مشققه زي ما انتم شايفين. فانا مش ما رضيتش اسقيها ايه الكاكاو اللي انا بقول لكم عليه والميه ديت او ميه وسكر ده في اي حاجه. بس انا حسيت ان هي طريه فما رضيتش ان ايه هشه كده ما رضيتش ان انا ايه اسقيها. خلاص. طيب بعد كده يا حبايبي انا يعني ما شاء الله حطيت عليه الجناش اللي هو الشوكولاته دوت لحد هنضربه شويه ياخد منك وقت شويه لحد ما يتقل. يعني قلنا ايه الجناش بتاعها نص كوبايه سكر، نص كوبايه لبن، معلقتين كاكاو. هنضربهم مع بعض الاول وبعد كده ننزل بنص كوبايه زيت في الخلاط لحد ما يتقل معاك. ياخد معاك وقت ما تستعجليش لحد ما يتقل ما شاء الله. هياخد معاك وقت هتحس بقى ايه ما شاء الله بقى تقيل كده وحلو. لو حسيت انه خفيف حطيه في التلاجة شويه. طب ايه رايكم في الكيكه الجميله دي؟ كيكه حلوه تنفع جاتوه حلو قوي. يا ريت كده لو الفيديو عجبكم ما تنسوناش في اللايكات الحلوه وتستفيدوا من الفيديو يا رب كده وتتفرجوا عليه لحد لاخره وما تجروش الفيديو. يا رب الفيديوهات تنول اعجابكم النهارده وتبقى عند حسن ظنكم. اشوفكم دايما على خير. مع السلامه.